يا ترى فين الجزء المفقود من الهرم الأكبر؟ الجزء اللي محدش يعرف مكانه لحد النهاردة، وهل فعلا هو ده ممكن يكون مفتاح الهرم؟ أقصد إن القطعة دي من غيرها الهرم مش بيقوم بأي وظيفة أساسية، الوظيفة الغامضة اللي لحد دلوقتي مش مفهوم دورها. في نظرية بتقول إن القطعة دي كانت بتمنح الهرم قوة معينة، كأنها كانت بتتحكم في طاقته، وإن سر وجود الهرم والعين في ورقة الدولار الأمريكي ما كانتش صدفة أبدا. ده بيرجع لنظرية بتقول إن في 12 قبيلة أساسهم من مصر، وهم اللي بيحكموا أمريكا دلوقتي، وإنهم حافظين أسرار عميقة مرتبطة بالأهرامات. واللي يخليك تترعب اكتر، ليه محدش بيحكي عن الكتابات الغريبة اللي موجودة فوق قمة الهرم؟ والكتابات دي واضحة جدا وسهل الوصول ليها، لكنها محجوبة عن العامة، ومحدش بيقول ايه معناها ولا مصدرها. هل الكتابات دي بتخبي طلاسم معينة او رسائل مخفية ممكن تكون السبب في اللعنات القديمة؟ طب تفتكر اصلا ان مفتاح الهرم ده سر حقيقي، وان امريكا ليها علاقة بيه؟